السلام عليكم. لو سألنا واحد وقلنا له ايه سبب الاحتلال الانجليزي، هيقول لنا ان احنا ما كانش عندنا جيش قوي او لاننا كنا ضعفاء. ده مش حقيقي. في يا يابي. يا باشا، الإنجليز هجموا على مصر وفي طريقهم للقاهرة. ازاي؟ ده سبس مأكد لي وحلف لي على المصحف انهم ما لهمش اطماع في مصر. هو إيه الصوت ده يا باشا؟ يا مفيش حاجه. ايه الصوت الزباله ده يا ولد؟ الحقيقة داول الإنجليز جم مصر لو كانوا بالمدافع. خديوي حاف كده. لو انت فاكر ان سبب الاحتلال الانجليزي ان احنا ما كانش عندنا جيش قوي تبقى غلطان. امال يا ابو حميد ازاي الانجليز حفلوا علينا خدونا ورا مصنع الكراسي؟ ايه ده بس عليا، هقول لك على كل حاجه. السبب الاول في الاحتلال الانجليزي هو الخديوي توفيق، اللي كل ما اعرابي يقول له الانجليز جايين علينا يقول له لا دول حلفائنا واصدقائنا. مش كده وبس، ده لما اعرابي طلب من الخديوي ان مصر تاخد الاحتياطات اللازمه رد عليه الخديوي وقال له ان الوضع مش مستاهل ده كله، لان دريسبس كان صديق وصاحب الخديوي توفيق وشيء الشقايق كان مصدقه ان انجلترا مش ممكن تخش تحتل مصر لانها حليفتها الاولى، ولان الخديوي توفيق كان بيموت في المكرونه اللي كان بيجيبها له دريسبس صدقه. لغايه ما في يوم اسود صحي الخديوي توفيق على صوت المدافع البريطانيه وهي بتضرب القاهره. الخديوي لا الانجليز بيضربوا القاهره بالمدافع يفتكر كلام دريسبس وكلامه عن الصحوبيه والسلام، ويفوق على صوت المدافع اللي بتضرب القاهره ويفتكر كلام عرابي اللي قال له ان الانجليز دول مالهمش امان. وسؤال بس، مش انت قلت في اول الفيديو ان احنا كان عندنا جيش قوي؟ فين الجيش القوي من كل ده؟ والانجليز وصلوا قلب العاصمه من غير ما حد يقول لهم انتوا رايحين فين؟ فين عرابي اللي هو اصلا كان وزير الجهاديه؟ نسيت اقول لك يا عمنا ان سبب الاحتلال الانجليزي مش الخديوي توفيق وبس، ده الخليفه العثماني هو كمان سبب في احتلال مصر، لان الخليفه العثماني عبد الحميد الثاني كتب مرسوم بعصيان عرابي وده بضغط من انجلترا والخديوي توفيق، وده كان سنه 1882، وكان مرسوم عصيان عرابي كان بمثابه القشه اللي قسمت ظهر البعير، لدرجه ان الشعب اللي كان متجمع حوالين عرابي هو نفسه اللي اتفرق عنه لما طلع مرسوم عرابي. وكان موجود في المرسوم دوت ان عرابي مارك وخارج عن دين الاسلام الحنيف. رد فعل عرابي انه رفض طبعا ان هو يسلم نفسه للانجليز، وجمع الناس وقال لهم ان الخديوي توفيق سلم مصر للانجليز بدون اي مقاومه، وبيطلب مني ان انا اسلم نفسي للانجليز واسلم البلد كلها. عرابي عمل لجنه كبيره من كبار العلماء والاشراف، وافتى 2 من كبار علماء الازهر بعدم اطاعه الخديوي توفيق لانه شخص خاين وتابع للانجليز. قرروا في اللجنه ديت انهم يعملوا النفير العام ويجمعوا كل الاسلحه والخيول عشان يبنوا بيها الجيش. والبدايه كانت من عند عمده الصالحيه الشرقيه محمد امام الحوت والعمده عبد الله بهادر عمده جهانه جرجويه. جمعوا اقوى الرجال والفرسان وراحوا لعرابي عشان يحاربوا معاه، ودارت معركه كبيره اسمها كفر الدوار انتصر فيها عرابي على الجيش الانجليزي. ما هو يا ابو حميد احنا كده انتصرنا، امال الجيش الانجليزي وصل ازاي قلب القاهره؟ ولا عشان عرابي انسحب بجيشه لكفر الدوار عشان يجمع قواته؟ يعني الانجليز وهم داخلين مفيش حد قال لهم انتوا رايحين فين؟ احب اقول لك لا يا ابو لسان طويل، لان الجيش المصري بقياده عرابي اعترض الجيش الانجليزي في 4 معارك، واللي هي معركه الطويل ومعركه الحمام ومعركه الكرداسه ومعركه القناطر. طب امال الجيش الانجليزي بعد ده كله وصل قلب القاهره ازاي؟ ما هو الجيش المصري اتهزم في كل المعارك دي. نعم، امال عمال تقول لنا ان احنا كان عندنا جيش قوي وعندنا جيش سندال بيسد في اي مكان؟ ازاي؟ نسيت اقول لك يا عمنا ان الجيش قوي بالمقارنه بالخلافه العثمانيه والدول اللي حواليه، مش بالمقارنه ببريطانيا، لان الجيش البريطاني عدده يزيد عن 200,000، اما جيشك كان عدده 18,000 واقل الاسلحه. ما ينفعش نتكلم عن الاحتلال الانجليزي لمصر من غير ما نتكلم عن بطل المقاومه الاول، قائد الجيش، عمي وعمك احمد عرابي. اسمه بالكامل احمد محمد عرابي، محمد وافي محمد، من مواليد الشرقيه. اتولد في 1841، اتعلم في جامع الازهر وكان من الطبقه المتوسطه لغايه ما دخل الجيش في عهد الخديوي عباس. فضل يترقى، وعرابي كأي راجل شهم وابن بلد لما اترقى منشيش زمايله اللي كان في يوم من الايام واحد منهم. فضل يطالب بحقوق اخواته المصريين المرميين في الجيش، اللي خلى المصريين الموجودين في الجيش من عساكر وضباط يتجمعوا حواليه، لغايه ما مجموعه من الضباط المصريين قرروا يوضعوا حل للافتراء اللي عليهم. راحوا البيت عرابي عشان يشوف لهم حل لرفع الافتراء اللي عليهم، اللي كان منه ممنوع على الضباط المصريين والعساكر الترقيه، واللي كانت الترقيه للضباط الشراكس والتراكوه بس. اقترح عمنا عرابي عليهم يكتبوا عريضه ويطالبوا باقاله وزير الجهاديه اللي هو عثمان رفقي،
ومضى عليها عرابي ومحمود سامي البارودي. عمنا عثمان رفقي وزير الجهاديه لما سمع بالعريضه ديت امر بالقبض على عرابي ومحمود سامي البارودي الاثنين ومحاكمتهم محاكمه عسكريه. لما اصحاب عرابي عرفوا باللي حصل قرروا ان هم يجمعوا نفسهم ويروحوا باعداد كبيره وكان معاهم اسلحه عشان يخرجوا عرابي، وبالفعل خرجوا عرابي ومحمود سامي البارودي، واقترح عليهم عرابي انهم يتوجهوا لقصر الخديوي وطالبوه بعده مطالب، اولها اقاله عثمان رفقي وزير الجهاديه، ثانيا المساواه بين جميع الاجناس في الجيش المصري. خديوي توفيق وافق على العريضه وجي بدل عثمان رفقي وزير الجهاديه رياض باشا، واللي كان من اصول غير مصريه لكن كان عنده النزعه الوطنيه المصريه، لغايه ما في يوم من الايام صاحبه وزميله محمود سامي البارودي يترقى ويمسك منصب رئيس الوزراء ويعين عرابي ناظر للجهاديه. كانت حكومه محمود سامي البارودي من انزه وانظف الحكومات اللي شافتها مصر، لغايه ما حصلت حادثه حريق اسكندريه واللي كتير من المؤرخين قالوا عنها انها كانت مفتعله لاحراج حكومه محمود سامي البارودي. والحادثه ديت اللي تسببت في دخول الاحتلال الانجليزي مصر، اللي اتعرفت باسم حادثه المالطي والمكان، واللي هي كان في واحد من الجاليه الانجليزيه كان بيتفسح في اسكندريه لغايه ما الخواجه ركب عربيه حنطور فضل العرباجي يلف بيه لغايه ما جت ساعه الحساب. اتفاجئ العرباجي المصري ان الخواجه بيديله قرش واحد بس. يعني انا فضلت الف بيك ده كله وفي الاخر بتديني قرش واحد بس؟ كلمه منه على كلمه من الخواجه قام مطلع السكينه وقام ضرب المصري قام قتله. قام جالي الخواجه على مكان الجاليه بتاعته الانجليزيه واتفاجئ المصريين انه معاهم اسلحه وبيضربوا عليهم نار. ثانيه واحده، ازاي مدنيين ومعاهم اسلحه؟ ما انا قلت لك في اول الفيديو ان الحكايه كلها كانت متدبره. انجلترا لما سمعت باللي حصل قالت لهم انا ما بحبش اخش في امور حد، لكن لو وصلت ان انا احمي الناس بتوعي اللي جوه هخش. ممكن تقول لي ايه هي نقطة ضعفك؟ دموع الطفل. دموع الطفل. دموع الطفل. ما اقدرش اشوف طفل بيبكي قدامي. الضحايا فيها كانوا كتير، حوالي 238 ضحيه، بينهم مصريين 163 واجانب 75. معلش سؤال بس، هو ليه انجلترا دخلت مصر؟ ما كانت بتدير مصر ماليا وكان ليها نفوذ اكبر من نفوذ الخديوي، لدرجه ان الموازنه العامه المصريه اللي كان بيصدق عليها الانجليز والفرنسويين بدون الرجوع للخديوي. السبب يا عمنا ان خوف انجلترا من ان نفوذها تقل بسبب ظهور مجموعه من الضباط المصريين الوطنيين الكارهين للنفوذ الاجنبي، وعلى راسهم عرابي، عشان يلاقوا حجه عشان يحتلوا بيها مصر. كم بيبي كام، لا عايز السمرة. كم بيبي كام، اكل الوز. كم بيبي كام، ولا اكل البطة. كم بيبي كام، ساعة بتتقل. كم بيبي كام، وساعة كده شط. خلينا نقول ان سبب الاحتلال الانجليزي هو الخديوي توفيق والخليفه العثماني، لان الخليفه العثماني اصدر مرسوم بعصيان عرابي وخروجه عن مله الاسلام، وده اللي خلى المصريين ينفضوا من حواليه. ولولا الخديوي توفيق انه سلم خزانه الدوله للانجليز وكان تابع ليهم ما كانش الانجليز نجحوا في احتلال مصر. لكن على مر العصور دايما الخونة اللي بيتعاونوا مع المحتل هم دايما بيكونوا سبب في احتلال الأوطان. كده الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعمونا بلايك. أنا آسف جدا على الجودة القليلة ديت، لكن أنا هوريكم السيت اب بتاعي. يعني مراية وبتاع يعني بعلق بيها الورقة عشان يعني اكتب بيها السكريبت. مشترك فيه 500 فيشة، بتاع عامله بالورق كلفني 20 جنيه. ايد كرومة خضرا اهي، عامله برضو من الورق. ان شاء الله لو ربنا كرمني في المستقبل حسن الجودة ان شاء الله اطور في المعدات ديت. لو عجبكم الفيديو او استفدتوا منه باي حاجة اتمنى الدعاء بصلاح الحال. شكرا ليكم.